وهلا صار وقت نستقبل ضيفنا، بس مو قبل ما نعرف ليه اسمه صار ترند هالاسبوع. السوشيال ميديا بخبر خطوبة اليوتيوبر غيث مروان، وهو أحد أكثر صناع المحتوى شعبية في العالم العربي. الخبر كان صادم لمعجبات غيث اللي ما قدروا ما يفرحوا لأنه دخلت سارة على قلوبهم وحبوها وتابعوها على الفور. سارة خطيبتي، غيث خطيبكم. في تفاهم، خلص مفتوح الموضوع. وبيوم وليلة وصل حساب سارة الورع لأكثر من نصف مليون متابع، وهي أخصائية تغذية ومدربة لياقة. ويبدو أنه غيث مو بس محظوظ بسارة، لكن بعائلتها أيضا، يلي على الرغم من بعدهم عن السوشيال ميديا والأضواء إلا أنه كانوا متقبلين فكرة توثيق كل خطوات الخطوبة واللحظات العائلية الخاصة. عندك خلق ما شاء الله ومؤدب وعندك نية الزواج، وهذا قلت لك من البداية أنا لمست في هذا الشيء. انه زلمه جاد وبقلبها، انا هيك. وكان من الواضح الارتباك عند غيث يلي شفناه بيحضر اعراس اصحابه العامين الاخيرين، وما كان متشجع لانه ببساطه كان ناطر البنت الصح، لكن بعد تحدي الطبخ مع اصحابه يمكن صار جاهز لهالخطوه. فاطمني يا ساره. انا صرت واثق من اكل غيث. شكله والله غيث اللي حيطبخ بعد الزواج. يسعد صباحكم. يا هلا. اهلين. الف مبروك اول شيء. الله يبارك فيك. وان شاء الله هيك عقبال الفرحه الكبيره، ونورتونا بصباح الخير يا عرب. يا هلا يا هلا. غيث، اول شيء بدي اسالك انه هاي الخطوه صدمت الكل، من اصحابك لمتابعينك على السوشيال ميديا، كيف اخذت هالقرار؟ شو الاشياء اللي كنت متخوف منها؟ والله شوفي، يعني حتى هي صدمتني لان ما كنت حاطه بحسباني صراحه. حتى نحن ما كنا يعني متوقعين انه يزبطوا هالامور بهذه السرعه. بس الحمد لله، يعني الله لما بده يمشي شيء بيتيسر كله على السريع. طيب ساره، شفنا انه كان في تصوير اثناء الطلبه وكل اللحظات العائليه الخاصه، كيف اهلك كانوا متقبلين هذا الموضوع؟ هلا اهلي يعني طبع اهلي وبيت اهلي متفتحين كثير، وكانوا يتابعوا كثير يوتيوبرز ومنهم غيث كثير بحبوه. فما كانوا رافضين فكره السوشيال ميديا، بالعكس كانوا كثير متفاهمين. طيب حلو كثير، نشوف مقطع مع بعض وبنرجع لكم. يلا. بدي اخطب. تخطب؟ ان شاء الله الف مبروك. مين؟ ساره. عن جد؟ روحي. انا تعرف ايمت حبيت لما احترمت موعد انه تروح عند اهلها بالوقت، انه خلص اهلها 11 يعني 11. والله عم تنسى والله. انا مفكره كنتك تضل بس رحت. غيث، من الواضح انه اهلك مبسوطين اكثر منك، يعني كانوا فاقدين الامل ولا شو القصه؟ ايه مبدئيا يعني كانوا فاقدين الامل، كل يوم يمسكوني يقعدوني يقولوا لي مشان الله تصرف. طيب ساره، شو شعورك انت هيك بيوم وليله صار عندك هلا اليوم قد ايه 690,000 متابع؟ صح. من 10,000. صح. فشو شعورك وكيف هيك حتحضري حالك لهذا المجال؟ هلا بكون عم كذب عليكم لو قلت ماني مبسوطه، بالعكس كثير مبسوطه، واللي فرحني اكثر اني شفت محبه الناس لإلي. بس لا انا ولا غيث كنا متوقعين اني اوصل لهالرقم بهالسرعه، يعني بس تحاسب المسؤوليه. اكيد فيها مسؤوليه وبدك تصنعي محتوى اكثر اكيد بمجالك اللي هو التغذيه. صحيح، ان شاء الله. ناطرين نشوف هيك النصائح وهيك تستلمي الشله كلها وتنحفيها. نحفهم كلهم. طيب، من اكثر التعليقات اللي وصلت انه ساره ما شاء الله شكلها طبيعي، معامله عمليات تجميل، ميك اب خفيف. هل عدد المتابعين او شهرتك على السوشيال ميديا حتخليكي يمكن بالمستقبل تصيري مثل الانفلونسرز المزيفين؟ هلا انا مع العمليات التجميل مالي ضده، بالعكس يعني كل واحد حر، بس ماني عامله عمليه تجميل ولا مفكره حاليا اعمل، بس اذا بيوم من الايام قررت حيكون يعني ضمن المعقول. يعني صح انا كثير بحب الناتشرال لوك، انه بحب البساطه. يعني المهم انه ساره ما حتتغير بعد الشيء. لا ان شاء الله. طيب نشوف كمان هذا المقطع وبنرجع لكم. قد ايه صار لك خاطب؟ من 26 3 لا سوري. انت ناوي تتزوج؟ ما بفكرش دلوقتي. ترددت قبل ما تخطب؟ لا لا صراحة لا، كنت حاطة بعيوني ورحت. كيف؟ كنت عملت زلينا وتقول لنا ايه اللي وقعك في القفص؟ انا عارف. زبون جديد في القفص. والله كنت مستني اليوم ده عشان شو تغير فيك؟
ما سالتنيش يعني الظروف الماديه. الظروف الماديه ازاي؟ اموري تمام، شغال حرام انا. غيث، كلنا بنعرف انك كثير مقرب من شله الشباب، والعزابيه اللي حواليك كثير كتار، طبعا واحد ورا الثاني يعني سقطوا. بالضبط صاروا. فشو مصير شله العزابيه والسفرات وكل هالجماعات؟ لسه حتضل صح؟ ايه طبعا انا ما عم بسال ساره. على فكره لحظه، طالما سالت ساره معناتها الامور تمام. عم بسال طبعا لازم يعني ما الموضوع. تكون زعلانه، اهم شيء يعني. اكيد. بس ايه لا، هي متفهمه كثير الاشياء اللي انا اسويها. يعني انا ما حخلي اي شيء يتغير ان شاء الله. ان شاء الله. بالعكس بدي هلا ايضا ساره كلياتنا هيك بنقول بالاول. شكرا. لا حتصير طلعتكم بس هيك كوبلز اكثر. ايه طيب غيث، هل حنشوف ساره معك اكثر باليوتيوب؟ حيتغير محتواك؟ طبعا اذا هي حابه هالشيء وما عندها مانع، يس اكيد، لان انا مصور حياتي اوريدي، يعني مصور الاشياء اللي بتصير بحياتي، فهي حياتي. والله اليوم عم ياخذ نقاط كثير غيث، يعني حافظ منيح ومدرب ومتجاهل. طيب ساره، بما انك اخصائيه تغذيه ومدربه لياقه، حتدربيه لغيث؟ اي والله كم مره نقيت عليه وقلت لك يلا نروح نتدرب كذا، بس ما عم نلاقي وقت يناسبنا. يعني انا عايشه بس هو كمان عنده الكوتش عمر، حتستغني عنه؟ لا الا كنت ايه بلشنا. لا اليوم استغنى عن اصحابه، استغنى عن الكوتش تبعه. لا والله معك حق يعني. وين كريم نشوف؟ لا هي اكلنا ضربه على المشي. طيب حنشوف اخر كليب لليوم ونرجع قبل ما يجيب العيد اكثر. اول مره بتسافر مالديف؟ اول مره بسافر. انا سمعت كثير في شيء، بس انا سمعت انه بيروحوا عليها الكابلز، انت شو مودي؟ حلو كثير. هاي الخاتم تمام؟ ضل لابسه بس حضل حاط ايدي بجيبتي. ليش طيب؟ حلو حكي؟ ليه؟ هيك هلا في ناس كثير برو شو اسمه؟ يعني ما بدك العالم تعرف. خلينا نتاكد اول شيء الخاتم وضعه تمام. حتنساه تصير ولا شو الوضع؟ لأن بس اول نهار ايه وانت عم تنساه. ليه بتسالوا الشباب؟ ليه ما بتسالوا البنات عن لانه البنات بيكونوا مبسوطين. وين الخاتم؟ ما بينشرح. ما بينشرح. طيب ساره، انت بيهمك عن جد انه يضل حاطه ولا كان بس هذا مجرد مزح؟ هلا هو مو قصة بيهمني يعني، بس انه حلو شكل الخاتم بايده. انه ليش ينشال؟ 100%. ما حدا قال لي حلو الا هي. لا ليه كلياتنا عم نقول لك، حتى المخرجة عم تقول لك انه الخاتم حلو. ثانك يو. طيب غيث، شو اكثر صفة عجبتك بسارة وقلت خلص هي؟ روحها الحلوه وكثير متفهمه اللي انا بسويه، وكثير طيوبه وبتهتم. الاهتمام في طيب. اهتمام كثير. ساره، نفس السؤال، شو اكثر شيء عجبك بغيث؟ هلا في كثير يعني ما حعدهم كلهم، بس في اثنين كثير لفتوا نظري، انه هو كثير طموح وانا بيجبني الشخص الطموح. وثاني شغله انه صادق، خلاني اوثق فيه. هذا اهم شيء. طبعا اذا ما في ثقه العلاقه بتخرب. صحيح. طيب بما انك عم تحكي عن الثقه، بدي اسالك انه هل انت متجهزه لموضوع المعجبات؟ وبتعرفي يعني خصوصي المتابعين اللي بسن المراهقه بيكونوا حاطين امالهم وبيكونوا مثلا بيحبوا غيث كثير، ممكن يشوفوه بالشارع كمان، اكيد بيجوا بيسلموا عليه. شو شعورك حول هالموضوع؟ بالعكس بنبسط وقت اشوف الناس كيف بحبوه، يعني انا كنت منهم. ما ننسى انه انا كنت فان يعني، بس لا بالعكس كثير متفاهم الموضوع تمام. المهم انه هو يعرف. ليك يعني هي متفاهمه، بس المهم انت تعرف كيف تتصرف هيك. ايه اليوم على فكره انتم عم توجهوا لبعض رسائل وعم بيتفقوا على الهواء. طيب غيث، برايك مين اللي حيخطب بعدك من الشله؟ هو ضل حدا؟ هو ضل اثنين. ايه اسامه واحد من هالاثنين يا شباب. مين الثاني اللي متوقعه؟ خليها سر يعني، خليه يصدم كمان. واحد بالاردن. تمام. احنا حبينا نبارك لكم على طريقتنا وجبنا لكم هيك كادو صغير. واو ثانك يو. ان شاء الله الف الف مبروك. الله يبارك. وان شاء الله بتكون كل ايامكم سعاده وحب. شكرا كثير. تسلمي، كلك ذوق. شرفتونا ونورتونا. وهلا بنرجع لهاني وهدى وباقي مواضيع حلقتنا.